القرآن يرفعك يوم القيامة. في الصحيح تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. إذا قيل له سرقت بدأت تدافع عنك البقرة وآل عمران، إذا قيل له فعلت ضيعت البقرة وآل عمران تحاج عنك تدافع عنك إذا كنت تقرأهما. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فاحرص على أن يكون لك مجلس يومي مع القرآن. إن كان معك جهاز اجعل القرآن فيه، وأي لحظة تجد فيها نفسك ممكنا أن تقرأ فافتح مباشرة اقرأ صفحة صفحتين. ولقد رافقت أحد أصحابي في سفر فلاحظت أنه كلما ركبنا سيارة مع سيارة أجرة أو نزلنا في مكان وهو يمشي أحيانا يمسك بهذا الجهاز بين يديه فيه المصحف، فاكتشفت أنه يقرأ يوميا ما لا يقل عن 3 أجزاء، وهو لم يقصر في الحديث معنا أو الانبساط إلينا أو الأكل والشرب والسواليف معنا، لم نفقده أبدا، لكن اللحظات التي تضيع على أكثرنا وجدت أنه مباشرة بيده الجهاز يتحدث ثم يلتفت ويقرأ آيتين ثم يتحدث ثم يلتفت، وإذا هو يقرأ 3 أجزاء أو أكثر يوميا. احرص على أن تعالج قلبك، وستجد لهذا أثرا عليك في صلاتك في رزقك في حياتك في تعامل أهلك معك، إذا كنت فعلا حريصا على أن يكون المصحف دائما معك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن، أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأل الله أن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعل القرآن قائدا لنا إلى رضوانه والجنة، وأن يجعلنا ممن يرفعهم الله تعالى بالقرآن، ويجعل القرآن لهم عزا في الدنيا وعزا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن محفوظا في صدورنا، واجعله يا رب مقروءا في بيوتنا، وحفظه يا رب لصبياننا وبناتنا وأهلينا يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مادحا من يقرأ القرآن: القارئ للقرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة، كأنه في صفوف الملائكة يتلو مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع به له أجران.